اوبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا النهارده هنستهل حلقتنا دي ببركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله. أما بعد، اتفضلوا شاي. النهارده عايز أعرفك إزاي تنزل السوق تشتري حمام. عايز أعرفك تنزل السوق تشتري حمام. عبيط بتفهم، عبيط ما بتفهمش، ناصح بتعرف، ما انتش ناصح ما بتعرفش، ايا كان نوع البطيخ اللي في دماغك. عايزك النهارده تنزل تشتري حمام. طيب، لما تكون نازل السوق قلنا تعامل مع اللي قدك، ما تتعاملش مع السلكات. طب حتى بقى لو هتعامل واتجعرنت شويه وعايز اتعامل مع السلكات او مع الاقفاص وادخل في التقل، بتعمل ايه؟ بتسمي بالله وبتبص بعينك زي اللي بيبصوا، محدش هياخد منك فلوس على البص. وبتعمل حاجة في منتهى الجمال، اللي عينك بتقع عليها بتنقي حتة بدلها. يعني عينك واقعة على انتايه مسودة انت محتاجها بجد، امسك في دكر شقلباز، امسك في دكر بلدي بسرة، امسك في اي فرد غير المسودة اللي انت اصلا عايزها، وقلب الفرد نص دقيقة كده واتكلم معاه وافهم سعره فيه كام، واديهوله وخد المسودة. طب فرجني المسودة دي كده اللي انت اصلا داخل عشان تشوفها. يديها لك، امال عايز فيها كام دي؟ يقول لك دي مثلا اخرها 300، ويكون مثلا قايل لك في الشقلباز 150 100. قول له يا عم انت حاجتك غالية ليه بقى؟ لما اكون شفت معاه 3 4 حتت وقلبت حتتين منهم واكلمه، اعرف اخد ودي في الكلام. حاجتك غاليه كده ليه؟ لا والله يا باشا، بس حاجه ما تلاقيش منها الحوار والدنيا والدين بتاخد وتدي. لازم تكون فاهم انت بتشتري ايه وازاي، وهو ده التقليب ولا مش هو، ودي حاجتك المطلوبه ولا لا، ولا انت لازم تتسك وتاخد على دماغك. فاحنا بننصح ان انت عشان خاطر ما تتعكش يكون معاك حد بيفهم، وانت بتفهم نص ونص، الدنيا تكتمل. في ونس بيقول لك حاسب، لا بلاش. مش عيل شايف الحاجه الحلوه ومش عايزك تاخدها فيقول لك لا بلاش عشان خاطر ما ياخدهاش هو ولا تاخدها انت، تبقى انت واقف زي ما انت زي الطربوش. نقي الصحوبيه، نقي العشره الحلوه، نقي اللي ينزل معاك السوق ويشوف الحاجه الحلوه ويتمناها لك، مش اللي يشوف الحاجه الحلوه اللي عينك جت عليها ويقول لك هتعمل بيها ايه دي، وانت تكون غاوي ابن جنيه وشايف ان الحاجه دي لقطه، ويقول لك هتعمل بيها ايه. فخلي بالك من ده، وخلي بالك من نفسك وانت بتشتري. اميز ما في الموضوع ان انت احتك وقلب كتير ودي الناس الحمام وتوكل على الله. محدش عمره بيقول لك ايه بعد ما بتقلب فرد حمام، محدش عمره بيقول لك تعال انت ما اشتريتش ليه. محدش هيديك قلمين على وشك. قلب وسيب وامشي. طب عايزها بكام؟ هجيلك تاني. هراضيك خد، هقول لك طب تعال، طب والنبي لا تيجي، وحياة امك لا تيجي، وحياة انا حلفتي خلاص تعال. ابدا، سيبه وامشي. اللي يقفش فيك عايز يلبسك. سنة حياة، ومن سنن الحياة اللي يمسك فيك في السوق ويتشبس انه عايز يبيع لك، يبقى عايز يلبسك العمة ويقلوظها. فاحنا مش بتوع عمم ولا بنتقلوظ، احنا بنلبس العمة بمزاجنا نتعايق بيها، مش بنلبسها شغل كفتاجية. وصلت؟ احنا ناس قرارية وانتوا ناس قرارية، تربية معينة، فاهمين الحرامي من النصاب من الملاوع من الخداع بالكلام والعين والحاجب والإشارة في العمارة، نفهم الدنيا ماشية ازاي، وما حدش يعرف يضحك علينا. اتضحك علينا لازم يضحك علينا. ما انت بتقول ما حدش يعرف يا باشا، احنا في الاول لازم يضحك علينا، لكن ما ينفعش نفضل يضحك علينا. فلازم نصحى ونستيقظ ونروق حالنا، ونعرف احنا نازلين السوق في اوقات قد ايه، ولما تعوز حمام رخيص تجيبه الساعة كام. الساعة كام دي بقى
بعد الظهر بساعة بيشتغل البيع. بعد الساعة 2 الظهر في سوق السيدة عيشة الحمام اللي بميات بيبقى ببلاش. وصلت؟ الساعة 2 الظهر لما تلاقي فيه غواي قاعدة وليك نفس تشتري، هتشتري زي ما انت عايز. الحمام اللي بميات وقافشين فيه اسعار الصبح بيتباع ببلاش ويتراب الفلوس. وصلت؟ يبقى ساعة الظهرية والساعة 1 اوعى وشك، اسعار نار. قص ابو 500 عايز فيه 500. بعد الساعة 2 القص ابو 500 ممكن يمشي ب 300 وب 250. واصلة؟ صدقوني عن ظهر قلب وعن يقين من عند الله سبحانه وتعالى كنا بنتسبب بنبيع ونشتري في السوق. لما كان بيجي علينا حد عايز يلم الحمام من بعد الساعة 2 كنا بنشيله له ونقول لبعض يا مش أحسن ما نروح بيه؟ والأسبوع الجاي هننزل بإيه؟ يا عم ربنا يسهل الأسبوع الجاي يروح يحلها ألف حلال. فاللي بيرسى علينا بيرسى على غيرنا، وأنت الكسبان في الآخر، لأن أنت عايز الحاجة بنت حلال ورخيصة وحلوة وتمام التمام و100 فل و14. وده الأسلوب اللي أنت نفسك تجيب بيه. الفرد هتجيبه الظهر غالي، هتجيبه العصر رخيص، هتجيبه الصبح غالي. الصبح يا غالي يا رخيص، انت وحظك في الشنكوت اللي بتقع فيه. انما الظهريه الحمام مولع. عندك الساعه 11 والله العظيم ما بهزر 3 ساعات في قلب السوق يشيبوا العفريت. 3 ساعات في السوق، ها في ناس تقول لي 4، انا اقول لك 3 يشيبوا العفريت. 11 من 11 ل 12 ادي ساعه، من 12 ل1 ادي ساعه، من 1 ل 2 ادي ساعه. 11 12 1 3 ساعات. 3 ساعات بيبتدوا من بعد الساعة 11. يعني فترة من 11 ل 12 ادي ساعة. فترة من الساعة 12 الظهر للساعة 1 ادي ساعة. من الساعة 1 الظهر للساعة 2 ادي ساعة. بعد الساعة 2 بنص ساعة بربع ساعة في نفس الوقت عايز تجيب حمام ببلاش. الفرد ابو 100 ب 60 ب 50 مشي حالك هيمشي الحال. وصلت؟ صدقوني عن تجربة. جرب وجرب تشتغل نفسك كده وتحب تجيب حمام من بعد الساعة 2 وشوف اللي فاتح هتلاقي معاه طلبك. ولف اللفة وزف الزفة هتلاقي الدنيا بقت تحت أمرك واللي انت عايزه تم. احنا بنفهمكم وبنوعيكم واحنا بيكم وبالله قبليكم، واللي يصلي على النبي يكسب. صلاة محمد الحبيب كلها مكسب وانا مكسبي كل من صلى على النبي. احذر السوق ربنا يكفيك شره، ولما تنزل انزلوا واخري عشان ما تزهقش. انزل السوق الساعة 1 تمام، تمر عليك الساعة دي وانت بتتفرج. من بعد الساعة 2 اللي انت عايزه هتلاقيه، وابو جنيه بيبقى بنص. ونهاركم ابيض بالصلاة على النبي واحلى تحية. وموسوعة الحلقات هنشتغل لكم فيها واحدة واحدة، ونفهمكم لما تخش برضو تتكلم ازاي وتفهم الناس ازاي وتوعي نفسك ازاي وتعرف انت تتدنجل وتشتري الحمام ازاي عشان ما تتكعبلش في حاجة وحشة. شكرا، السلام عليكم.